ليه ده؟ مصطفى ابعد عني يا حبيبي. بص يا باشا، عندي مشكله طول الوقت. ايه عايز ايه؟ طيب يا عم هات اهو. اصل ده يا جدعان صاحب المكان واقف ورا هنا اهو، تمام، وعمال يشرط عليا، تمام. انا كان عندي مشكله مع ترايسكل ومع صاحب المكان. صاحب المكان ده اسمه طارق، تمام، هو صاحبي وفتح برده، كان فاتح تراك زي هو بدأ في ترايسكل، والحمد لله ربنا كرمه بمحل. بس لما ربنا كرمه بمحل تلاقي كده رقم واحد. تلاقي يا باشا اسعار المحل حاجه واسعار العربيه حاجه. تروح تاكل سندوتش في العربيه ب 65 جنيه، تيجي تاكله في المحل ب 90 جنيه. سبحان الله، دي حاجه تضايق. رحت قعدت معاه يا باشا وقلت له طب احنا دلوقتي يا عم طارق، انت ليه مش عايز تظبط الدنيا ان انت تخلي لنا سعر المحل هو سعر العربيه؟ يا عم حط فرق 5 جنيه، اي 10 جنيه، اي حاجه. اللي يقول لك على حاجه، انا هاخد منيو العربيه واحطه في المحل. تعالوا النهارده بقى نجرب ترايسكل برجر، وبقول لك ايه، ادخل شوف. يا حميد الجمال ده حميد. بس يا ريس، خانقنا مع طارق وطلعنا منه السندوتشين دول، تمام. احنا جبنا ايه؟ الدندو فين؟ الدندو ب 75 اهو يا جماعه، الحمد لله اخيرا ما بقاش ب 120 جنيه والجو ده. وسط الاضافات رجعها رخيصه والايه، وعندنا فرايد تشيكن. والله العظيم احلى من عندكم. ده الدبل يا ريس. والله العظيم ده بقى يا جماعه ولا جاستس ماشي يا حبيبي. لا طبعا، جاستس ماشي يا ريس. طبعا احنا الاصل. يا عامل لي برجرايه وحاطط لي فيها 50 حاجه، وبص رابطها بخله. ماشي لا طب والتشيكن ده دبل ولا ده سنجل؟ تخيل بقى ده ب 50 جنيه؟ ده 50 جنيه. ده انت طيب قوي، ده انت طيب قوي. بالفرايز دي كلها. بالفرايز دي كلها 50 جنيه. طب واضافات الجبنه ديت والحركات؟ جنيه بس. ما تقولش بس حته 5 جنيه عشان الاضافه عندي ب 10، تمام. يلا يا حميد، بس اقعد كواليتي على رهيبه. يلا بقى مصطفى يلا. اوبا. بص المهم ايه اللي جابنا اصلا عند المنافس بتاعنا بتاع العربيه دوت. ايوه. المهم ان انا طارق ده يا جماعه ده راجل صاحبي، تمام، وهو برده بدا مشروع يعتبر زي ما احنا بدأناه بالظبط، وربنا يعني فتح عليه الحمد لله. وعنده تراك في شيراتون، وتراك في المرغني، ومحل في المرغني، ومحل في شيراتون. تراك في شبرا مش في شيراتون الاولانيه. انا كنت جاي اتفرج على محل جنبه عشان نعمله الجاست سماش. لقيته قاعد وبيقول لي طب بقول لك ايه، انت هتيجي تعمل لي المحل بتاعي قبل ما تعمل جاست سماش؟ قلت له انا ليك يا عم طارق. قعد يقول لي تيجي تنور يا ريس وتعالى خد المحل جنبي بالظبط وبتاع. بس يا باشا هو ده الدندو بقى. الدندو ده بيبقى عليه كراملايزد اونيون وموتزاريلا ستيكس والبرجر، والبرجر عندهم بيبقى محشي جبنه وخس يا عم دي ليله كبيره يا ريس. ودع حميده. دي حاجات كتير قوي يا عم طارق. ده محشي شيدر. والله يا جماعه الفيديو ده اتعمل في لحظه انا كنت واقف قلت له يلا نصور، ما اتفقتش معاه على حاجه اساسا. حلو يا طارق. ايه البرجر العظم ده؟ بص يا باشا، انا بصراحه عجباني حته ان انت حاشي جبنه شيدر حمراء وظابط الدنيا مع الكراملايزد اونيون مع مشروم مع المكونات دي كلها ب 75 جنيه. الراجل ده يحترم، ومعاه فرايز وطعم البرجر. لا انا بحب، بس ده كده ده مدرسه، وسماش برجر مدرسه ثانيه خالص. يعني ده مدرسه البرجر اللي هو البرجرايه المتبله الملغوصه اللي فيها حشو كتير قوي ومحشيه جبنه والعيش كبير وبرجرايه كبيره، فاهم؟ فده مدرسه بقى السماش برجر اللي هو ملح وفلفل وقطعه اللحمه من غير اي حاجه، فاهم؟ ونحط عليه شويه كراملايزد اونيون، بس هنا بيحط مشروم مع الكراملايزد اونيون فتحسب له 1 بوينت لطارق. لترايسكل برجر. جامد بصراحه، احلى من ابو 120 اللي كان بيبيعه. مع انه هو نفس السندوتش السعر فعلا بيخليه احلى، بس ده طعمه احلى. بقول لك على حاجه كمان، لما بتيجي تاكله في المحل بحس ان الكواليتي بتبقى اعلى من التراك كمان، غصب عنه برده. التراك بتبقى ايه، ضغط جامد وكده. يعني كنت اللي في التراك مديه 8 ونص، في المحل اديه 9 من 10. ده بقى ساندوتش فراخ، هو بيقول ان هو سنجل. لو حد جه يا جدعان ما خدوش كده 3 قطع ستريبس يا طارق. 3 اهو، واثق قوي انت. والخس والطماطم نحط ايه ده، هاني ماسترد ده ولا ايه؟ وجبنه. شوف يا حميد، ادخل شوف. تعال نشوف. حلو. ايه رايك؟ طب هات لي مناديل يا ريس عشان بس نتلغوص كده. هو كده ما بيشتغلش فراخ زينا. بنقول له يا عمنا. لا والله حتى الفراخ حلوه بالنسبه لي بجد. يعني انا اصلا ما اقتنعش بفكره المنافسه والجو ده، بس هو هنا في ترايسكل بيعمل حاجه حلوه ومختلفه. واللي انت تاخد بالك ان حتى برضو الفراخ يعني ايه، بتبقى قطع ستريبس محشيه كده، بتلاقي صدور وقصه. الراجل خادم السندوتشات. يعني انا كنت جاي اقطع عليه، قلت له بص هحطك في مقارنه وهحط عليك وبتاع، قال لي براحتك. بس كده بصراحه البرجر احلى من الفراخ معذره. يعني انا لو هدي البرجر 9 من 10 ادي الفراخ 8 من 10. يعني انا لو مش باكل لحمه هاكل الفراخ، بس لو انا باكل لحمه وهاجي ترايسكل هاكل برجر لحمه. الفراخ بيزك شويه، يعني قطع ستريبس مع الجبنه مع عارف اللي انت ممكن توصل لها بسهوله. اللحمه لا، هو متميز فيها بصراحه، ومعاه شويه فرايز. الفرايز بقى بتاع جاست سماش كده احلى. نفس المورد، هو اللي مدينا نمره المورد. بس وهي دي تجربتنا يا باشا في ترايسكل. تعالوا جربوا، وتعالوا جربوا فرع شيراتون بالذات، لان جاست سماش هتبقى جنب ترايسكل ان شاء الله في شيراتون. وبقول لك ايه، اقفل يا مصطفى. اللعبه الحلوه يا ريس. طب انت عندك دليفري؟
انا ما عنديش انا عندي دليفري يا باشا. بس انا ادخل دليفري يا باشا، عملت لما system لما كامل لما وظبطت لما الدنيا. دخل دليفري يا تريس كده قعدنا يا جدعان والله العظيم طروقه حبيب قلبي، وبجد بيعمل حاجه حلوه. وانا يعني انا حتى كنت لسه اتكلم معاه، هو المنافسه ديت احلى حاجه في الدنيا. ده حقيقة. بصراحه ده حقيقة. هتاكل في ترايس كل تنبسط، هتاكل في جاست سماش ان شاء الله تنبسط، الاثنين جامدين. ولو عايز دليفري شغل معاه اسبوع عقبال ما نفتح الدليفري. تمام؟ اقفل بقى يا مصطفى.